عليكم متابعين قناتي حلويات حمزه. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد المعلكه ديال اللوز اللي غادي نخرج منها جوج ديال الاشكال كما كتشوفوا، طالعين زوينين وهماويين. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، وخليكم معايا حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ديال هاد المعلكات هادو. على بركه الله ندوزو للمقادير. عندي هنايا اللوز اللي حمرته في الفران وطحنته كما كتشوفوا. عندي هنايا كيلو ديال اللوز اللي كما شفتوا غنخرج منه جوج اشكال. ودرت كما شفتوا جوج زليف ديال سنيده، وغنزيد عليهم 4 زلايف ديال الكوك، وغنزيد شي شويه تاع الفاني بودر، وعندي هنا زلافه ديال الكونفيتور ديال الحلويات، وعندي هنايا الخمارات 4 ديال الخمارات. وغادي نبدا كنعلك هكذا مع داك المربى، وكندير حتى نص كاس ديال الزيت. هنايا زدت 10 البيضات. بالنسبه لهذا القياس ديال اللي عطيت تاع اللوز، كيلو اللوز راه كيهز ليا حتى 12 بيضه، ولكن ضروري كنبقاو ندير ونصدقوا مخصرينها ولا مجريينها بزاف. صافي هنايا انا هاد كانت هزات لي 11 بيضه، وزدت الخمام مزيان باش كتعطيني الطوع وكتعطيني حتى العبار ديالها. خصها تكون هي يعني خصها تكون هكا متماسكه وما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش يعني مطلوقه بزاف. هنايا جوج بيضات. صافي هنايا من بعد ما كملت غادي كما قلت لكم هزت لي 11 بيضه هاد العجينه هذه. من بعد ما كملت غنقسمها في النص باش غادي نخلي وحده عاديه، والاخرى غادي نزيد عليها النكهه ديال البيستاش باش نديرو هنايا جوج شكيلات. غادي نزيد لاغوم ديال البيستاش وغنخدمها مزيان. صافي هنايا من بعد ما نكهت هذه المعلكه ديالي غادي نجيب السكر كلاصي سبيسيال، وغنجيب واحد الزليفه فيها ما زهر، وغادي نبدا كندير كويرات على حسب كل واحد على حسب الحجم اللي بغا. المهم الاحسن يكونوا هكا متوسطين الحجم، ميكونوش كبار بزاف. صافي وكنستفى في اللاطه اللي مفرشه بالورق ديال الطبخ ضروري باش ما كتلصق لياش في اللاطه. بالنسبه للعافيه تندير لها العافيه من التحت حتى كتشقق، عاد كنطلعها الفوق. من بعد ما كملت جبت هكا بيستاشات وكنغرسهم في الوسط. بغرض التزيين تقدروا تستغناو عليهم جوج ديال الاشكال، جوج ديال النكهات. وهنايا كورت ديال الكركاع هذه ديال اللوز اللي ما كان على والو، كورتها ودابا كنزينها بالكركاع. حتى هذه صراحه كتجي المنظر ديالها خطير وكتجي واعره في الديكور. هاد التزيين تاع الكركاع كيجي غزال صراحه. هنا صافي هذه طابت وخرجتها من الفران، ما شاء الله شفتوها كي مشقه تفنه. هنا صافي انا راني خرجتهم من الفران راهم طابوا. شفتيهم كيجيو زويونين صراحه، كيجيو عاطين المنظر ديالهم كيجي زوين ما شاء الله. وكما شفتوا حتى الكميه عاطين كميه اللي مهمه. ننصحكم انكم تجربوه. هنايا كملنا المعلكه ديالنا والفيديو ديالنا قريب يتسالى، مبقى والو.